كل ما الإنسان ما يبعد عن الله عز وجل كل ما يدخل في ظلمات بعضها فوق بعض، فتلاقي الوحشة وضيق الصدر وضيق العطن وقصر الأفق وما بيفكرش كويس ومش ناجح ومتضايق وممكن تلاقيه مش عارف من إيه. مشكلته إيه؟ إنه بعيد عن ربنا بس. علاجه إيه؟ فاسجد واقترب، إنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. أعني على نفسك بكثرة السجود، أحرحنا بها يا بلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيباتي ومحباتي من قناة عيشي حياتك مع أم علياء. قد إيه وحشتوني، ولا كلام بلوجرات ولا كلام يوتيوبرات ولا كلام فعلا سوشيال ميديا. والله العظيم أقسم بالله وحشتوني، أني أحبكم فعلا في الله. بعدت عنكم فترة، سواء حتى بدوبلاج ان انا اتكلم لكم الايام دي وانا بتكلم معاكم مباشر او بفيديوهات، وكل ده بيكون غصب عني. عايزاكم تعرفوا في المقام الاول ان ده شغلي، وطالما انا بأثر فيه فاكيد ظروف غصب عني خارجة عن ارادتي جدا ان انا بأثر في القناة. اعذروني، ومقدرة جدا تعليقاتكم ولهفتكم عليا ولهفتكم على فيديوهاتي. قد ايه ده بيفرحني، على قد ما فرحني على قد ما كان بيحسسني بالذنب، وان انا في ناس في مسؤوليتي. مش الموضوع خرج من بره ان هو شغل، لدرجه ان في ناس مرتبطه بيكي وانت بتسعدي ناس وبتفرحي ناس، فكان ده بيتعبني على قد ما كان بيفرحني. بحبكم في الله. فيديو جديد او فيديو النهارده هنتكلم فيه كلام جديد. ما تنسوش تدعموني بلايك، جزاكم الله خيرا. واول مره تزوري قناه عيشي حياتك مع ام علياء، يسعدني جدا ويشرفني الانضمام للقناه والاشتراك فيها. بصوا بقى، اليوم ده يوم تحفيزي كامل فعلا، يعني هو بصوا كامل والكمال لله وحده، ولكن هتلاقوه تنظيف وترتيب وفطار وغدا وخروج وحلو وكل حاجة هتلاقوها في الفيديو ده ان شاء الله بإذن الله، يسعدكم ويبسطكم. بمناسبة ان انا اتكلمت على روتين كامل او عن حاجة فيها كمال شوية والكمال لله وحده، هتكلم عن الشخصية المثالية، اللي هي على فكرة بالمصطلح الواقعي اللي المفروض يتقال هي شخصية قلقة للأسف. فعلا هي شخصية قلقة، بتتعب وبتتعب كل اللي حواليها. عايزة اقول لكم وصارحكم ان انا فيا سمة من السمات دي. عايزة اقول لكم لما بعرفش اعمل حاجة على اكمل وجه او حاجة كويس وبضمير وباخلاص، بقعد وما بعملهاش. وده على فكرة عيب مش ميزة، بيخليكي تأثري على قد ما بتكوني شخصية منجزة بنسبة كبيرة أو مبهرة لنفسك والكل اللي حواليكي، على قد لما بيجيلك حالة من حالات التقاعس أو العجز النفسي أو التعب النفسي، أو إنك مش قادرة تعملي الحاجة دي بيرفكت، فبتقعدي ما بتعملهاش خالص، وده بيسبب لك تعب زيادة أكتر، وبيسبب لك فعلا تراجع في إنجازاتك وتراجع في حياتك. علشان كده الشخصية المثالية أو الشخصية القلقة دي بتتعب وبتتعب كل اللي حواليها، فعلا بتكون عايزة كل حاجة تمام، دايما سقف توقعاتك بيكون عالي قوي، دايما عايزة كل حاجة بأعلى جودة، عايزة كل حاجة دقيقة جدا ومنظمة جدا وبأعلى جودة. وده دايما بيأثر على القولون وبيأثر على المعدة وبيعمل لك صداع دايما وبيخليكي دايما متوترة. وممكن يكون من كتر لما بتبقي تتعبي في الحاجة بتلاقي السعادة بالحاجة اللي انت عملتها لحظات، وبالنسبة لنا كست بيت هتلاقي اللحظات دي بتتقلب على طول. يعني انا مثلا فرحت طول اليوم، عملت تنظيف على اكمل وجه وتعبت نفسي قوي، الحاجات اتكركبت تاني يوم بسبب الولاد، فهقعد اتعب نفسيا اكتر، لاني متوقعه ان تعب الفظيع ده ان الحاجه هتفضل نظيفه بقى على طول، لكن بتتكركب تاني فترجعي تتعبي تاني، تفضلي في السلسله دي. علشان كده لازم يا بنات نتدرب على المرونه في تناول الامور والتعامل مع كل المواقف فعلا، يعني بخذي العفو وامر بالعرف، يعني كل حاجه كده ناخدها بسلاسه. يعني نخلي الحاجه مثلا ما فيش كمال بنسبه 100%، في حاجه خليها 60 70%. يعني نمارس الرياضة، تمارين التنفس، الحاجات اللي بتخلي عندك استرخاء وتخليكي دايما مرنة وتخليكي تتقبلي الأمور عادي. البيت مش نظيف، تقبليه شوية، يعني مش لازم نطحن نفسنا بالدرجة اللي تخلينا مطحونين ليل نهار ومقضيين حياتنا في التنظيف وفي الطبخ، وإن البيت يبقى بيرفكت ومش قادر أصلا تقعدي تستمتعي من وجع عظمك ووجع جسمك، وفاهمة. ده ايه اللي عملته دلوقتي؟ اللي عملته دلوقتي دوت الملح المبهر، وزي ما انتم شايفين عملت مجموعه كده من البهارات مع ورق لورا وحبهان، وحمصتهم على النار كده سريعا مع الملح عشان اطلع الرطوبه منهم. وبعد كده رحت بقى عاملاهم في الخلاط وبفضل استخدم منهم على طول. بصراحه يعني الملح المبهر ده حاجه اساسيه في المطبخ معايا، وبوفر عليكي في استخدام البهارات، بستخدمه في المحشي، بستخدمه في كل انواع الخضار، البطاطس اللي هي المسلوقه، البطاطس المحمره، الفول، كل الحاجات الفطار اللي بنقعد نعملها، والحاجات بقى الاستخدامات البيت دايما يعني.
وبرده بعمل على ناحيه كده الكزبره لوحدها والفلفل الاسود لوحده والكمون لوحده، على اساس ده برده ببقى احتاجهم في حاجات ايه معينه. والملح المبهر ده على فكره جربيه، هتحطي كيس على كل الكميات من كل حاجه، الكميات اللي انت شفتيها معايا دي بيوفر معاكي كتير جدا. وما ان حبايبي برضو اتكلمت معاكم عن الشخصيه المثاليه اللي هي عايزه كل حاجه بالظبط بالظبط، بقعد اقنع نفسي وكل واحده برضو عايزه كل حاجه بالظبط، ان الولاد بيكركبوا البيت ده نعمه، والمواعين اللي بتتوسخ والمطبخ مقلوب ده نعمه، دليل على ان في حياه في البيت، دليل على ان الحمد لله البيت مسكون اهله وبناس وساكنين وبيستخدموه، ده نعمه. فانت لو قعدت تفكري في الموضوع من الناحيه التانية هتبقي تستحملي اللي هو الكركبه شويه، وان البيت مش دايما في اعلى حاله، ومش دايما البيت نظيف، واصل ده هلك صحه فعلا يعني. ده واحده بتكلمك جايلك من الماضي يعني، بتحكي لك على اللي بيحصل لها بسبب اللي هي دايما عايزه كل حاجه بالظبط بالظبط. اتكلمت عن الموضوع ده كتير قوي معاكم قبل كده، وده من الحاجات اللي بتخليني مش قادره اعمل حاجه كويسه فبقعد ما اعملهاش، وده مشكله كبيره يعني. بصوا بقى حبايبي، يعني مش عايزه كلامي ده يتفهم على الناحيه التانية الغلط، انا مش بدعي هنا في كلامي ده للاهمال، ولا ان انا اسيب بيتي مش نظيف، ولا ان انا اقعد اكسل بقى بنسبه 100%. لا، خلينا شخصيه وسطيه. طب انا بقى ممكن اتكلم دلوقتي على الناحيه التانية، مش على الشخصيه الكماليه او الشخصيه المثاليه اللي عايزه كل حاجه بيرفكت، لا، على الشخصيه اللي بتزهق من شغل البيت، او اللي دايما شايفه غسيل المواعين ده هم، وتربيه الولاد هم، والحاجات دي وكركبه البيت وهم تقيل على قلبها. لو استحضرت ان الحاجة دي مش موجودة هترتاح لوجود الحاجة دي. هفهمك ازاي الكلام اللي انا عايزة اقوله يعني. هو دي الحاجة اللي أنا عايزة أقولها ليا ولكل الأمهات. شغل البيت نعمة، تحمل المسؤولية نعمة، رعاية الأولاد نعمة، وغسل المواعين والله نعمة، والطبخ والله نعمة. كل الحاجات دي نعم من الله عز وجل. لكن الشيطان بيحاول يسول لنا ويهيئ لنا الحاجات اللي ربنا أنعم علينا بيها إنها تكرب، وإنها هي سبب نكدنا وإحنا مش عارفين نرتاح. تخيلي إن أولادك اللي قاعدين يكركبوا في البيت تعبانين ومش عارفين يكركبوا. تخيلي إن انت اللي بتغسلي المواعين كل يوم وحسيتي بملل، أنا مليت من شغل البيت، إن انت عايزة تعملي الشغل ده بس ما عندكيش صحة تعملي الشغل ده. لما تستحضري سلب النعمة هتحب النعمة وهتحافظي على النعمة وتحمدي ربنا عليها. فحبيبة قلبي أنا عايزة أقولك الإرهاق اللي احنا فيه يوميا ده سعادة والله. لما تقعدي آخر اليوم انت راضية عن نفسك، لما تحولي كل اللي بتعمليه في البيت ده لعبادة، انت في عبادة على فكرة. والله يا بنات الإسلام دين يسر. احنا اللي احنا بنعمله، وفي ناس كتير متخيلة ان العبادة ركوع وسجود وقراءة قرآن وفقط. في اعمال كتير جدا بنيتك هتحوليها لعبادة والثواب، منها خدمة اولادك ورعايتهم، منها الطبخ، منها الغسل والنشر. كل الحاجات دي استحضري ان انتي بتعملي ده لله، بتعملي علشان تربي اولادك يطلعوا يقرأوا قرآن، لما جوزك واولادك ياكلوا ويقدروا يقوموا يصلوا ويعبدوا ربنا، ده كله انت بتاخدي ثواب ليه. فلو احنا كربات بيوت بنقعد نقول احنا يا الرجاله بيروحوا يصلوا في المسجد وبيروحوا وبيعملوا، واحنا طول النهار بقى مزروعين في المطبخ، وهم بيلاقوا وقت يقراوا قرآن اكتر مننا، وبيلاقوا ما انت تشوفي العمل اللي انت بتعمليه ده لو حسبتي ثوابه بس صححتي النية، مش قعدتي بقى طول اليوم بقى تعيطي على حالك وتحولي الموضوع لسيئات اكتر، او انت تبقي تعبانه في نفس الوقت تاخدي سيئات من الكلام. لا، حاولي انك كده ترضي وتحسي ان دي نعمه فعلا. مش عارفه اقول لك ايه والله، جواك يعني كلام كتير قوي في الموضوع ده. وعايزه افكركم دايما اولادكم اللي تعبينكم افتكروا لما بيتعبوا ويناموا قدامكم وتعيطوا قدامهم كده وتقولوا يا لو انكم تقوموا قوم يا ابني والله، قومي وتنططي واعملي وبوظي وخرجي، بس قومي انا موافقه والله بس صعبانه عليا شكلها، دي مفرهده، ده مش قادره تتكلم يا عيني، ده مش قادر يرفع رجليه. لو ابنك بس واخد تطعيم ولا بنتك في الصحه وبعدين يرجع بقى بصوا واحد تاني الشقاوه والتنطيط والسهر، لا حد تاني سكت ومش قادر بقى ويصعبوا علينا، واخده بالك. زي ما بقولك استحضار سلب النعمه. لو تتخيلي الحاجات اللي في حياتك اللي انت شايفاها مشقه مش موجوده
هترضي بيها وتحبيها قوي، صدقيني. المواعين اللي بنزهق منها ما ده خير، ده خير في البيت. الطبخ اللي كل يوم، طب الحمد لله ان في حاجه نطبخها، الحمد لله ان انا قايمه بدري اجهز فطار ففي حاجه اجهزها. يعني انت تبصي للجانب التاني من الحاجه هتلاقيه نعمه كبيره. والشيطان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بيحاول انها يوحشها قدامنا علشان ما نشكرش النعمه دي. وده بقى كان تجهيز فطار بيتي كده جميل. البيض المدحرج انتوا عارفين طريقته سهلة وبسيطة. جبنة بالطماطم اللي هي سلطة الجبنة وحطي عليها اللي انت عايزاه. بتنجان بقى اللي هو بالدقة، والفول بقى الجميل معمول بالدقة بتاعة البتنجان، هي عملت بقى الفول وكله يعني. بصراحة الدقة دي لما بتستخدميها في أكلات الفطار بالذات بتديكي نكهة جميلة جدا. بطاطس محمرة. عارفة بقى في أيام كده يا بنات بتقعدي تجهزي فيها فطار زي كده، مش كل يوم بتقعدي تجهزي وتحمري وتقلي، مش كل يوم طبعا. في أيام كتيرة جدا بيكون فطار سهل وسريع، وبصوا كده واقلب وخلاص، وأي حاجة صينية كيكة، سندوتشات، شاي بلبن مثلا وبسكوت، أي حاجة كده، سندوتشات، طعمية، عارفة. بس في أيام كده بتبقي حاسة إن إيه، بتقومي تعملي فطار يعني. هنا دي عليا كانت بتنظف الأوضة كده، ربنا يبارك لها. وحبايبي اللي سألوني عن عليا ليه ما بتظهرش في الفيديوهات والحاجات دي، حبايبي عليا كانت في مرحلة معينة كده بتظهر معايا في القناة، وعائشة. ودلوقتي خلاص بقى يعني أنا مش هظهر، أنا ما بظهرش وأظهر بناتي يعني، ولا انتوا شايفين ايه؟ فأنا مش مقتنعة خالص إن هو كان فترة كده وخلاص يعني. عارفين يا بنات كان في موضوع كلمتكم فيه قبل كده، وعايزين نرجع نشجع بعض. يعني عايزة اتشجع بيكم وتشجعوني ان احنا نرجع تاني. اللي كان انتظم معايا ان هو يقرأ في معاني اسماء الله الحسنى، ادخلي اي قناة تليجرام او اي جوجل او اي مكان شرح اسماء الله الحسنى. في برضو مثلا الدكتور حازم شومان كان منزل شرح لاسماء الله الحسنى. ابدأي ابحثي في اليوتيوب هتلاقي محاضرات كاملة عن اسم الله الحكيم، اسم الله الحميد، اسم الله الرحمن، اسم الله الرحيم. يعني تلاقي المحاضرة ساعة مثلا، نص ساعة، اقعدي اسمعي وانت بتغسلي وانت بتعملي، تعرفي على الله فعلا. لما بتتعرفي على الله بتخشي الله اكتر، يعني بيبقى في خشية في قلبك لله. عارفة اللي هو الناس اللي ما بيصلوش واللي هم بيبعدوا عن الصلاة، ممكن يكون علاج ليهم اللي هو الرهبة والخوف من الله عز وجل، وان هم يصلوا فعلا، ويبقوا خايفين من ربنا فعلا وعارفين الله بأسماء الله الحسنى كلها، يخافوا فعلا فيصلوا، فيحسوا كده برهبة فعلا، فيحبوا الصلاة ويلتزموا بالصلاة. يمكن ده أقوى داعي ليهم إن هم يلتزموا بالصلاة. بصوا غدا النهاردة ده الغدا ده بينزل في القلب على طول بصراحة، عارفين الكلمة دي؟ يعني اسهل غدا على قلبي بعمله، اسهل غدا على قلبي ولادي بيحبوا ياكلوه بصراحه. اللي هي الكفته اللي بعجنها يا بنات عادي خالص بالبصل المبشور، ومثلا 4 فصوص ثوم، شويه بقدونس، شويه كزبره ناشفه، شويه فلفل اسود، شويه ملح. بعجن ده كله كويس جدا جدا كده مع بعضه واعمله كور، ولا بحط معاه بقسماط ولا دقيق بصراحه. وبعد كده بحمره كده في شويه سمنه او زيت خفاف، يعني مش تقليه، يا دوب كده تشويحه بسيطه. وبعدين بركنه على ناحيه، اكون جبت شويه توم مع شويه زيت ونزلت عليهم بالطماطم المتصفيه او طماطم متسبكه عندك. ما بعملهاش بالبصل بقى، زي يعني سماها داوود باشا يعني، او زي ما تسميها. واحيانا بقى بضيف مع الاكله دي مكعبات البطاطس، بصراحه بتبقى حلوه قوي 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 بمكعبات البطاطس كمان. غدا سهل وسريع وبسيط، وممكن تعمليه والله يعني بربع كيلو لحمه. يعني لو ربع كيلو لحمه بس عملتيه مع البطاطس هيكفي. طبعا البطاطس دلوقتي ب30 جنيه يعني، قربت على اللحمه هي كمان يعني، بس ايه ماشي الموضوع وماشي الحال. وجنبها رز بالشعريه كده، ويبقى غدا لطيف وسهل وجميل قوي. المهم يا بنات عايزين نتكلم عن فعلا اسماء الله الحسنى، عايزين نبدأ نسمعها تاني، عايزين ده بتقوي الايمان فعلا، بتخليكي بتدعي كده. عارفه يا بنات لما بتعرفي الله عز وجل باسمائه وصفاته، يعني ده ايه، خلاص بقى العباده والذكر تستحضري معنى الذكر وتبقي فاهمه معناه. لما تبقي مثلا في اخر الصلاه في اخر التحيات بتقولي انك حميد مجيد، هو يعني ايه حميد ويعني ايه مجيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ما معنى الرحمن؟ ما معنى الرحيم؟ يعني كل أسماء الله الحسنى حتى اللي بترد في آيات القرآن بتتعرفي على الله عز وجل ما معنى هذا الاسم. فتبدأي تتعبدي بقى بالأسماء دي، تتعبدي بمعناها. لما تيجي تقوليها كده بيبقى في عبودية في قلبك، واستحضار للدعاء واستحضار للذكر، فبتقوي فعلا الإيمان وبتقوي العقيدة.
واتمنى ان احنا فعلا ندخل المعاني دي لاولادنا. يعني انا كازهريه مدرسه في الازهر او ولادي بيدرسوا في ازهر، بقعد اقول احنا ليه مش بيدخلوا ماده كده شرح اسماء الله الحسنى. والله العظيم ده مهم جدا، ان الولاد بيدرسوا ادب ومطالعه وشعر جاهلي وشعر حاجات بحس ان فعلا في حشو كتير، بحس ملوش لازمه في المناهج. ليه ما ندخلش كتاب كده مثلا يتقسم على الثلاث سنين، مثلا اولى وثانيه وثالثه ثانوي، شرح اسماء الله الحسنى 99 اسم كاملين يتشرحوا على الثلاث سنين، او من اولى اعدادي لثالثه ثانوي. يبقى الطالب فعلا الاسماء دي بتدخل كده جوه عقيدته كده وبتصححها. فاهمين؟ بصوا انا مش عايزاكم يعني تتضايقوا من كلمه فاهمين. اصل هي لازمه كده ماسكاني اليومين دول. يعني ممكن مثلا من كتر ما بقعد مع ولادي واقعد اكلمهم كذا فاهمه يعني فاهمين، لما اقعد مثلا اوجههم في موضوع او اكلمهم. فاعذروني، انا عارفه طبعا انتوا اعلى مني قدرا ومقاما والله، بس انا هي لازمه كده في الكلام يعني. بص بقى، ممكن تعملها بقى برز بالشعريه، وممكن الغالب اعملها برز بالشعريه، بس بقى تغيير يعني. تاخدي مثلا شويه من اللحمه المفرومه تعمليها في بصلايه، واللي هو زي رز بالخلطه. او بصي يا بنات، انا بخترع في الاكل معايا، مش اللي هو ان انا بقعد امشي بالاكل بالظبط اللي هو حطينا وبعدين نحط مش عارفه حبهان ورق لورا ولومي والحاجات دي، وامشي بقى رز بالخلطه بالظبط، واروح حاطه له في الاخر مكسرات. لا، انا بقتصد باللي موجود عندي، بعمل الاكله وبتمشي حالها وبتبقى زي الفل. يا رب كده اعزمكم كلكم عندي كده في يوم من الايام، يا رب يبقى في الفرح والهنا كده يا رب. تخيلوا ممكن. عارفين يا بنات، من كتر ما انا حاسه ان انا مقصره الفتره دي في الكلام عن معامله الاولاد وتربيه الاولاد وكده، حاسه لا المفروض، حاسه واجب عليا في القناه زي ما بتكلم عليكم في حاجات كتير ارجع اتكلم في المواضيع دي. لان ياما امهات مهمومه بسبب اولادها وبسبب معامله اولادها ليها وتعاملها مع اولادها والحاجات دي. واحنا بنعمل شويه كاستر كده باقيين في كل بيت كده من كل رمضان، هتلاقيهم عندك دلوقتي. دوري في الضرفه او في باب التلاجة هتلاقي علبه الكاستر اللي كنت شاريها في رمضان باقي منها مره ولا حاجه، اعمليها قومي اعمليها يلا. المهم، عايزه اقول لك، عايزاكي تمدحي ولادك يوميا يوميا، سواء عندك بنت ولد، بنت صغيره ولد كبير، امدحيهم. اصل هم هيدوروا على المدح بره، ما هم عايزين بقى، ما هم طول النهار يسمعوا نقد وحاجات وتحمل مسؤوليه، وانت عملت غلط وغلط وصح وغلط. لا، لازم يسمعوا حاجات كويس. اخترعي حاجات فيهم كده، حتى لو انت شايفه حاجه مش قوي قولي حلوه وتقبليها. حوريهم دايما في حاجات ما تخصهمش، يعني مش لازم اقعد اتكلم في دراستهم او صحابهم او الحاجات اللي تخصهم او حاجات تخصني. نجيب مواضيع خارجيه. شايفين ايه رايكم في اللي حصل النهارده في كذا؟ ايه رايكم في راي اللي حصل في تغيير الثانويه والحاجات اللي بتحصل في البلد في تغيير المناهج والكلام ده؟ ايه رايكم؟ مش اي حاجه تحاوري مع اولادك فيها، لا بتقوي شخصيتهم، بتقوي لغه الحوار فيهم، بتقوي علاقتك بيهم. اهم حاجه اسمعي ليهم بقى، يعني مش تقعدي برضه تتكلمي انت كده وتبقي ملكه القعده. اسمعي كلامهم علشان هم كمان يبقى تقوي عندهم لغه الحوار. الفيديو خلص وما كنتش عايزاه يخلص. كنت مستمتعة بالحوار معاكم جدا لانكم فعلا وحشتوني. لغاية هنا انتهى فيديو النهاردة. ما تنسيش تدعميني بلايك، والجدول اللي انا قلت لك عليه مكتوب على الشاشة ده في الاستغفار والصلاة على النبي والاذكار، ان شاء الله باذن الله ننفذه النهاردة سويا وتاخدوا ثواب معايا واخد ثواب معاكم. ما تنسيش مشاركة الفيديو كمان وتشتركي في القناة، ده هيكون شرف لي وهيكون افادة ليك ان شاء الله. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم في الله ومش عايزة اسيبكم، صدقوني، بس الفيديو خلص. السلام عليكم.